مراحل كتابة الكود في بايثون. نتعمق شوية في مترجم بايثون والتوستاية وازاي اصلا بايثون بتشتغل. نبدأ على خيرة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي ادخلني مدخلا صدق. احنا عرفنا مع بعض يعني ايه لغة برمجة، شوية جمل منطقية كده بديها للمترجم يترجمها للغة الآلة ويعرض لي النتيجة اللي انا عايزها. حلو. وكمان عرفنا ان المترجم ده نوعين، انتربريتر وكومبايلر. حلو قوي الكلام ده. طيب انت دلوقتي يا حسين قلت في الفيديو اللي فات ان المترجم ده عبارة عن برنامج او حاجة كده زي المكنة بدخل فيها الكود وبيطلع لي الزيرو والواحد عشان الكمبيوتر يفهمها. مظبوط. السؤال بقى هنا، اجيب البرنامج او المكنة بتاعت المترجم دي منين؟ تمام. او الاول بقى واحدة واحدة كده ندخل على الموقع الرئيسي بتاع بايثون، دي اول حاجة. وهنا بقى تعالى نتكلم مع بعض شوية قبل ما نحمل بايثون. خد بقى المعلومة اللي وقفت دماغي دي. الناس لما بتيجي بتتكلم عن بايثون او بتشير لحاجة في بايثون مش بيتكلموا عن اللغة ذات نفسها. امال بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا عن حاجة اسمها الامبلمنتيشن. هو ايه الامبلمنتيشن ده يا حسين؟ عجبني السؤال. بص، المقصود هنا ان لغة بايثون ذات نفسها، اللغة هي مجرد مجموعة من القواعد والمصطلحات اللي بتعرفني وتوريني ازاي اكتب الكلمات، الجمل، وعلامات الترقيم في الكود، اللي هو يعني بالبلدي شكل الكود او طريقة كتابة الكود. تمام كده؟ دي اللغة. الامبلمنتيشن بقى هي طريقة علشان اترجم بيها الكلمات والجمل وعلامات الترقيم اللي بتتحول للزيرو والواحد. بس واحدة واحدة، انا مش معودك اقول لك المعلومة كده واجري. هو احنا مش معانا اسلحة؟ السلاح التاني يا بيه تقسيم الموضوعات. يلا بينا. يلا بينا. عندنا لغة وعندنا implementation. اللغة هي القواعد والمصطلحات اللي بتعرفني ازاي اكتب الكود. تمام. طب الامبلمنتيشن هي طريقة الترجمة اللي بيستخدمها المترجم علشان يترجم ويحول الكود للغة الزيرو والواحد. واضحة كده الدنيا؟ تمام. تاني بقى، احنا اتفقنا اهو ان المترجم عندنا نوعين، انتربريتر وكومبايلر. حلو. والمترجم الافتراضي بتاع بايثون هو مين؟ الانتربريتر. طيب في بايثون بقى عندنا كذا implementation، كذا طريقة ترجمة. أشهر طريقة ترجمة اللي معظمنا بنستخدمها هي سي بايثون. بتقول إيه؟ سي بايثون؟ هو إيه علاقة لغة سي ببايثون؟ يعني يا حسين أنت عايز تفهمني إن طريقة الترجمة اللي بيستخدمها المترجم دي مكتوبة بلغة السي؟ شفت الكلام؟ هو أنا مش قايل لك الفيديو اللي فات إن المترجم ده برضه برنامج مكتوب من إنسان عادي؟ بس ما قلتلكش الإنسان ده كتب البرنامج بلغة إيه؟ شفت؟ مش بتذاكر ورايا، مش بتذاكر ورايا. تعال نكمل. في كمان انواع لطريقه الترجمه دي. في مترجم مكتوب بلغه الجافا اسمه جي بايثون، وفي مترجم تاني اسمه باي، وفي مترجم تالت اسمه ايرون بايثون مكتوب بالدوت نت. بس وقف هنا بالله عليك وطمني، الدنيا واضحه معاك ولا لا؟ ولو ما فهمتش معلش عشان خاطري اتفرج على الجزء ده تاني كده واحده واحده بتركيز، هتعرف تلم الدنيا. تمام. نكمل. خد بقى التوستايه دي. لما بحمل بايثون من على الموقع الرئيسي بتاعها انا مش بحمل اللغه، امال بحمل ايه؟ انا بحمل حاجتين، السي بايثون اللي هي طريقه التشغيل اللي بيشتغل بيها المترجم، تمام، والحاجه التانيه اسمها فيرتشوال ماشين، ودي هنجيلها دلوقتي. يعني اركن بس الفيرتشوال ماشين دي دلوقتي. انا عايزك بس تعرف ان لما بحمل بايثون مش بحمل اللغه، انا بحمل حاجتين، بحمل السي بايثون اللي هي طريقه التشغيل اللي بيشتغل بيها المترجم، والحاجه التانيه الفيرتشوال ماشين. حلو قوي. سؤال بقى هنا معلش يا حسين، هو ازاي اصلا المترجم ده بيحول الكود بتاعي للزيرو والواحد؟ يخرب بيت جمال سؤالك. ايوه كده، بحبك وانت صاحي. صلي على النبي الاول، صلى الله على سيدنا محمد. احنا دلوقتي لما بنكتب الكود بتاع بايثون، حلو قوي، المترجم بقى اللي هو مين؟ الانتربريتر. حلو قوي. بيستخدم طريقه الترجمه اللي هي مين؟ اللي هي سي بايثون. عشان يعمل ايه؟ عشان ياخد الكود مني ويحوله للزيرو والواحد. طب ازاي بقى يا معلم بيحول الكود بتاعي ده للزيرو والواحد؟ بص بقى اللعب فين. بص، المترجم بياخد الكود مني وبيحوله للغة تانية اسمها بايت كود. ايه ده؟ تاني المترجم بياخد الكود مني وبيحوله للغة تانية اسمها بايت كود. دي لغة لو ليفل. ايه ده؟ استنى ثواني كده، الرؤية بدأت تبان اهو. هو مش اللو ليفل دي انت اتكلمت عنها يا حسين في الفيديو اللي فات وقلت ان دي قريبه من لغه الزيرو والواحد زي اسمبلي؟ يا ولا وربنا لا سقف لك. عايش مبرمج انا يا ابن اللعيبه. انا بقى بص، انا دلوقتي الكود بتاعي متحول لمين؟ متحول لبايت كود. حلو قوي. طيب انا عايز بقى اشغل الكود ده عشان يطلع لي النتيجه. فاكر لما قلت لك احنا بنحمل بايثون بنحمل حاجتين، واحنا بنحمل بايثون بنحمل حاجتين؟
السي بايثون وايه تاني الفيرتشوال ماشين، الآلة الافتراضية بقى يا معلم، او الفيرتشوال ماشين دي بتعمل ايه؟ بتاخد الكود من البايت كود وبتعمل ايه؟ بتشغله لي على طول وبتخرج لي النتيجة. بس واحدة واحدة بقى، وضحت الصورة هنا لحد كده؟ شفت الكود بتاعك ورا في الباك في بايثون شغال ازاي؟ حلو قوي. طبعا انت مش بتشوف كل الكلام ده، انت بتكتب الكود ويطلع لك النتيجة على طول، بس انا حبيت اوضح لك الدنيا ماشية ازاي، علشان لما تكتب الكود وانت فاهم ايه اللي بيحصل للكود بتاعك، غير لما تكتب الكود وانت فرحان انه خرج وخلاص. وانا جيت دلوقتي سألت بارت، تمام، بتاع جوجل الذكاء الاصطناعي، هو انا هستفاد ايه لما اعرف كل الكلام ده؟ انا هسيب لك بقى يا معلم الاجابه باستفاضه في الديسكريبشن تحت كده، اقراها واحده واحده كده على مهلك ومع بعضيها. عندك اي سؤال خش اسالني، انت عندك التيك توك والكومنتات مفتوحه تحت، عيش مع بعضينا يعني. انا حسين الدرامالي، شخص طموح بيحاول يحقق حلمه قدام منك. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.